من جديد يسعد لي صباحكم مستمعينا عبر الموجة 103.5 وطبعا متابعينا على صفحتنا على الفيسبوك وير عربي. وصلنا لفقرتنا الحوارية اليوم وراح تكون ضيفتنا الأخصائية الاجتماعية زينة صالح للحديث عن مشكلة وخوف الطفل للذهاب إلى المدرسة أو الروضة. يسعد لي صباحك أنسة زينة صالح. صباح النور. صباح الورد، يسعد لي صباحك. عم تسمعي صوتي منيح؟ ايه عم اسمعك. يا ريت لو يعني بالأول طبعا كلياتنا بنعرف انه بيعاني معظم الأبهات والأمهات من مشكلة خوف الطفل من الذهاب إلى المدرسة أو الروضة. يا ترى شو أسباب هذا الخوف؟ ويعني هل هاي الحالة طبيعية؟ طبعا الخوف عند الطفل الذهاب للمدرسة حالة طبيعية. إذا كان يعني ردات الفعل اللي بيصير الطفل ردات طبيعية، يعني يمكن يرفض الذهاب لما يروح، يمكن يبكي، يمكن يتعلق بأمه، يمكن يتخبى وراها، كل هذا الشيء طبيعي. لأنه الطفل عم ينتقل من الأسرة لحياة مؤسسات فيه، خلينا نقول تحكمها قوانين معينة. نعم. مكان مليء بأشخاص غرباء بالنسبة للطفل، سواء التلاميذ اللي معه أو سواء من الكادر التدريسي الموجود. فهالشيء طبيعي يخلق عند الطفل شيء من الخوف. طيب برأيك هل يمكن أن يرتبط الخوف لدى الطفل بحادثة قد تعرض خلال أيامه الأولى من المدرسة أو الروضة؟ طبعا أكيد. هلا عندنا الطفل حتى ممكن تكون من تجربته الشخصية. نحن بنعرف بعلم النفس وعلم الطفولة أنه الطفل بأول 5 سنوات الأولى من حياته هي الأساس لكل حياته. نعم. ممكن يكون شاف شيء بالسنة الأولى أو عمره 2 سنين. هلا نحن بنفكر هون الطفل إنه ما بيفهم شيء أبدا. لا، هو بيفهم، هو بيضل عنده باللاوعي تبعه، بس ما بيقدر يعبر عنه. هو يمكن ما بيتذكر الحادثة بتفاصيلها، بس ممكن بس هذا الخوف بيضل بعقله. نعم. طبعا الكادر التدريسي بيلعب كثير دور بانه يحبب الطفل بالمدرسة او يكرهه فيها. فاذا راح اول يوم وثاني يوم وكانت تجربة ايجابية وسعيدة بالنسبة له، هو رح يرغب بتكرار هي التجربة. بس اذا شاف ضرب، اذا شاف صراخ، اذا أكيد هذا الشيء رح تصير عنده تجربة سلبية ورح يزيد الخوف عنده. أنسة زينة، بس شوي، بس لو ترفعي صوتك شوي. تمام. سؤالنا الثالث إنه يعني بيكون إنه شو هن أنواع هالخوف، وهل يمكن أن يكون له درجات؟ هلا أنواع الخوف ممكن يكون خوف طبيعي. حتى نوع الخوف الطبيعي بيجي انه حتى لدرجه انه ممكن حمايه لحياه الانسان. يعني اليوم اذا علمتي له طفل انه يخاف مثلا من حيوان مؤذي مثل مثلا عقرب، مثلا كلب مفترس، اي شيء، مثلا قطه مشان ما ينتقل له جراثيم قطه غير ملقحه، هيك شيء، فهذا الخوف طبيعي. هلا نوع خوف ثاني يمكن يكون الخوف المرضي. الخوف المرضي لما بتكون رده فعل الطفل مبالغ فيها، وقد ما حاولتي تشرحي له، قد ما حاولتي تبسطي له، هو عم يضل عند هي الدرجة العالية من الخوف. ممكن يعني يكون مثل هلع، رعب عنده. هلا مثلا برجع بكرر المثال، إذا راح على المدرسة يتخبى ورا أمه عادي، بس صار يبكي كثير وبشكل هستيري ويصرخ ويعيط ويركض برا المدرسة، فهالشيء في مشكلة إنه لازم تتعالج عند الطفل. طيب يا ريت لو تحكينا عن كيفية التعامل مع هذا الخوف المرضي لدى الأطفال. هلا الخوف المرضي يفضل بده أخصائي نفسي يتعامل فيه مع الطفل، ودائما التعامل مع الأطفال بطولة بالك، مو بجلسة واحدة تحكي له للطفل خلاص هو مثل شخص واعي بيطلع من عندي متغير تماما ومتقبل للمدرسة وراح هذا الخوف. لا، ممكن تشتغلي معه 1 شهر و2 و3 لحتى يتحسن شوي هذا الطفل عندك. نعم. طيب شو هي أعراض الخوف المرضي لدى الأطفال؟ يعني حكينا إنه لما بتكون ردة فعل الطفل كتير مبالغ فيها، لما بصير بيبكي بشكل هستيري، لما يكون الموقف اعتيادي بس هو كتير عم يبالغ فيها، كتير عم يعني هيك بتحسي إنه مرعوب، يعني إنه ردة فعله مبالغ فيها والموقف يكون طبيعي. أنزل بس بدنا نروح لفاصل صغير وبنرجع نتواصل معك.
رجعنا من جديد و لساتك معي على الخط. ايه معك. تمام، بس شوي تعلي صوتك لو سمحتي. تمام. وانتي لانه صوت كتير واطي عم نسمعه. هلا بنرجع نكمل اسئلتنا وبرجع انه ما هي اعراض الخوف المرضي لدى الاطفال. بدي اعيد السؤال مشان لانه صوت ما كان كتير واضح. تمام. نعم، حكيت انه اعراض الخوف المرضي لما الطفل بيكون الموقف اعتيادي بتردد فعل الطفل كتير هستيرية. عم يصرخ بشكل هستيري، بتحسي الطفل بخالي من الخوف نعم. والهلع والرعب. مو انه خوف عادي يعني. هلا هون بنقدر نقول انه هذا الخوف مو طبيعي، هذا الخوف مرضي، الطفل بده اخصائي نفسي ليتعامل معه. طيب، ما مدى أهمية وعي الوالدين والمربيين بأنواع الخوف لدى الطفل؟ هلا برايي كثير مهم الام او الاب يكونوا يعرفوا انه هذا الخوف طبيعي عند الطفل، عشان يعرفوا كيف يتصرفوا وكيف يتعاملوا مع الطفل. يعني اذا الخوف مرضي بس الام معتبرته خوف عادي وعم تستمر، يمكن حتى هي عم تخوف الطفل اكثر، يمكن عم تهدده اكثر انه لازم تروح للمدرسه، اذا ما رحت بدي اضربك بدي اعمل كذا كذا، فالشيء رح ياثر سلبا على الطفل ورح يزيد من هيدا الخوف المرضي اللي عنده، رح يصير عنده لسه مشكله نفسيه معقده اكثر. لازم يحسسوه بالامان، ما يخوفوه. اكيد لازم يحببوه بالمدرسه، سواء من المدرسه والكادر التدريسي او حتى من الاهل بالبيت. لازم الطفل يروح وهو بيحب هذا المدرسه. طيب، الخوف عند الاطفال هل هي حاله مرضيه ام نفسيه؟ هلا الخوف ما بنقدر نقول انه هو مرض جسدي او مرض عضوي. الخوف غالبا بيجي هي حاله نفسيه، لان هو شيء مرتبط بالمشاعر عند الطفل. نعم. طيب، كمان لو تحكي لنا أيضا عن كيفية تهيئة الطفل نفسيا قبل ما يروح على المدرسة أو الروضة. هلا كثير مهم انه نهيئ، فينا نقول انه الروضة هي تهيئ للمدرسة، بس كيف بدنا نهيئ للروضة؟ دائما الأم ممكن تضل أسبوع كامل عم تحكي للطفل انه بدك عم تسمعيني، ممكن صار يخبر شوي. كأنه النت. ألو؟ عم تسمعيني؟ عم اسمعك. من عندك بس عم تسمعيني هلا هيك ما؟ عم اسمعك أنا. تمام، فبس تعيدي الجواب لو سمحتي، انه يعني كيف بنهيئ الطفل نفسيا قبل ما يروح على المدرسة أو الروضة؟ بالأول بيروح على الروضة؟ نعم. كيف بنهيئه؟ لا قبل ما نبعته على الروضة ممكن نضل أسبوع كامل عم نحكي له إنه مثلا بدي اجيب لك شنطاية حلوة، نجيب له اقلام حلوين، نجيب له دفاتر. نعم. هي الستيكرزات او الملصقات الموجودة على الدفاتر نخليه يروح هو معنا على المكتبة، خليه هو الطفل ينقي شيء حلو، شيء على ذوقه، شيء يعجبه. في عنا مثل احرف او صور لكل حرف مثلا وتحته كلمة، يعني مثل بطاقات بتجي كمان كثير بينبسط الطفل فيها وكثير بيكون محفز فيها. هلا ضروري كمان يمكن ناخده يوم هيك نعرفه على الروضة شغلة نص ساعة تضل الأم معه ويرجعوا سوا. الروضة اللي نبعته عليها ضروري يكون فيها شيء ترفيهي، مو كله دراسة دراسة دراسة، لأنه لساته طفل روضة. هلا هي ممكن تكون تهيئة ليروح على الروضة، والروضة بحد ذاتها هي تهيئة لطفل مشان يفوت على المدرسة. نعم. هلا في بعض الأبهات والأمهات بتكون يعني عندهم ردة فعل قاسية تجاه امتناع الطفل عن الذهاب للمدرسة كمعاقبتهم، على سبيل المثال إنه بهدف إنه يروح للذهاب للمدرسة. برأيك هل هاي الحالة صحية أم يمكن يكون لها تأثير سلبي على الطفل؟ هلا بالنسبة للعقاب هو بيختلف بين المدارس بعلم النفس، يعني في مدارس بعلم النفس ضد العقاب تماما. ودائما بتروح للجانب الحوار والنقاش مع الطفل. وفي البعض الآخر من علماء النفس اللي بيقولوا لك لا لازم يكون في عقاب، بس أكيد هو مو الضرب ولا التهديد وهيك شيء. العقاب يكون إنه مثلا إذا ما رحت اليوم على المدرسة أنا مثلا ما رح أعطيك هاي اللعبة اللي بتحبها. نعم. أو أنا ما رح خليك تتابع التلفزيون. مثل ما بدي أحرمك من المصروف مثلا. بعيد عن الضرب، يعني في عقاب تاني بعيد عن الضرب. مثلا مثل هلا حضرتك تفضلتي انه بنحرمه من الالعاب اللي هو بيحبها اذا ما راح، او بنخصم عليه شوي من المصروف. هذا الشيء الاصح، العقاب الصح يعني.
اليوم انت معاقب، انت ما رح تلعب بهي اللعبه، السبب لانه انت ما رضيت تروح على مهم. هل هذا الشيء رح يكون يعني محبب للطفل، رح يجيب نتيجة؟ هو ان شاء الله بيجيب نتيجه يعني. مهم. هلا كمان من غير عقاب، لانه يعني لازم يكون في اراده على الطفل. نعم. طيب شو هي أهم النصائح يلي يعني لازم الواحد يعطيها للوالدين ليتغلبوا على الخوف، يعني يتغلبوا على خوف الطفل؟ هلا انا بفضل كل طفل يروح على يعيش مرحله الروضه. مهم. خاصه هلا نحن عندنا مثلا صاير كل حدا انه ببيته ومع اولاده، الطفل ما عم يختلط كثير مع باقي الاطفال، ما كثير عم يروح يلعب. صاير عندنا الالعاب الالكترونيه والتلفزيون، فالطفل بيبتعد شوي عن الحياه الاجتماعيه. فبفضل يفوت بجو الروضه، يتعرف شوي على الاطفال، يتعلم يمسك القلم، يتعلم كلمات بسيطة مثل الألوان، مثل الأرقام، يتعلم شغلات بسيطة كثير بيكسر حاجز الخوف عند الطفل. هلا ممكن الطفل مثلا بعتناه مرة خاف ما رضي يروح، حاولنا معه ناقشنا معه ما رضي يروح، مهم. معلش ما بنبعته هذا الشهر، ما بنبعته شهرين باعتبار هو روضة مو مدرسة، عم أها. بحكي عن روضة. نعم. بنرجع بعد شهر شهرين. هلا الطفل بيكون صارت عنده تجربة، حكينا مم. بمخه بعقله بيكون انه هو مر عليه هذا التجربة، بيصير شوي يكسر حاجز الخوف أكثر. أنا مهم. بفضل الطفل يروح على الروضة كرمال مستقبلا بالمدرسة ما يكون عنده مخاوف. مهم. كلمة أخيرة بتحبي توجهيها للأبهات والأمهات؟ هلا بفضل انه يبعدوا عن اسلوب الضرب نهائي، لانه حتى ممكن طفلك يخاف منك ويروح على المدرسه، أها. يخاف منك ويدرس ويحفظ، بس هذا الضرب اكيد رح ياثر سلبا على هذا الطفل. سواء يا ما بده يطلع طفل عنيف من كثر ما اكل ضرب رح يضرب هو كمان، يا ما بده يطلع شخص انطوائي بيخاف من الغرباء، بيخاف من جميع الناس، ما عنده رايه ولا عنده شخصيته المستقله. أها. نتشكرك على إغنائك لحلقتنا لليوم أنسة زينة، شكرا لك. وبرجع بقول لك يسعد لي صباحك مرة تانية. مستمعينا ومتابعينا، وصلنا لنهاية فقرتنا الحوارية لهاليوم يلي كانت ضيفتنا فيها الأخصائية الاجتماعية زينة صالح. وهلا بعد الفاصل بنرجع لنكمل باقي فقرات عطر الصباح، استنونا.